لحظة نقف إلى هنا يا أخواني، بارك الله فيكم. نتوقف إلى هنا. ضربة قاصمة لظهور الاثنى عشرية. والشيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الأخوة الكرام، وأعتذر على التنقيط من الكل، وأتمنى إذا كان هناك أحد المشرفين يرفع العدد عن طريق البديل، يطلب من البديل رفع العدد إلى أكثر من 1000. بارك الله فيكم. ضربة قاصمة لظهور الاثنى عشرية. لم يتوقع أو ولن يتوقع الشيعة الإمامية يعني مثل هذه الضربة القوية، قنبلة ستنفجر بعد قليل، حقائق تذكر لأول مرة بعد هذه الفضيحة المدوية. لن يرفع أي شيعي إمامي 12 مسؤول في غرف شيعية، لن يرفع رأسه أبدا أبدا. بداية قبل كل شيء أريد أن أسمع صوت الأخ إذا كان موجود، اليقين الجعفري إذا كان موجود يعطينا رقم 1 لو سمحت. اليقين الجعفري ارفع يدك. اليقين الجعفري إذا موجود يرفع يده. نعم. طيب بداية أريد أن تسلم على الإخوان وتعطيني المايك مباشرة، يذهب إلى البديل ويكلمهم لرفع العدد أكثر من 1000 يوزر، لأن الرافضة يعني الآن بالكم الكبير جدا سيحضرون إلى هذه الغرفة. قبل كل شيء أي واحد الآن إخوان الكرام بارك الله فيكم يرى أن هناك أحد الشيعة السبابين أو المجادلين في الغرفة لا يستحق الجلوس معنا فيطردهم مباشرة، بارك الله فيكم، لفسح المجال لأهل السنة والجماعة. العدد الآن 1000. العدد الآن 1000 يا أخوان، العدد 1000. ونتأكد بداية من وصول صوت الأخ الفاضل اليقين الجعفري قبل أن نبدأ إن شاء الله. تفضل أخي الكريم، ترحب بالإخوان، سلم عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هل يوجد صوت يا أخوان؟ حياكم الله جميعا وبياكم وأهلا بكم. تفضل أخي الكريم لك اللافظ. حياك الله أخوي الكريم، بارك الله فيكم. طبعا من هو اليقين الجعفري؟ اليقين الجعفري يا أخوان هو اليقين الحنبلي سابقا. اليقين الحنبلي سابقا. من هو ومن يكون؟ سنعرف قصة اليقين الحنبلي وغرفة الخرير أو غرفة الغدير في هذا المقطع الصوتي، وبعد ذلك إن شاء الله سنعطي المجال لأخينا الفاضل اليقين الجعفري ليتحدث ويكشف الحقائق لكم ولجميع المسلمين. نبدأ إن شاء الله أخواني بارك الله فيكم في إذاعة هذا التسجيل لكم، وفيه يتحدث اليقين الجعفري عن قصة هدايته لما كان في غرفة الغدير، وما الذي دعاه إلى أن يعلن الاستبصار في تلك الغرفة، وما الذي دعاه إلى أن يكون أو يتكلم ويدعي بأنه من أهل السنة والجماعة ثم أصبح شيعيا. هذا ما سنعرفه بعد قليل إن شاء الله بصوته بإذن الله تعالى، لكن نبيع لكم التسجيل ونعلق عليه بإذن الله تعالى. صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله الأخوة يعذرون اللي رافعين ايديهم. احنا نريد نقدم الأخ الحبيب المستبصر بركة وجودكم، ونرجو من الإخوان كلهم هذا الأخ الحبيب سوف يقص قصة عجيبة. طبعا انتم سمعوها، احنا ما نتكلم بيها. أخونا يقين الحنبلي، ونشكر سماحة الشيخ الله يحفظه. الأخوة إن شاء الله الأسبوع الجاي هو سماحة الشيخ كل سبت يمنا للساعة 8 إن شاء الله الإخوان يعذرونا. أخونا يقين الحنبلي إذا موجود اكتب لي واحد. أخونا يقين الحنبلي إن شاء الله الإخوان هم يدعون من في قوائمهم. حياك الله حبيبنا. اليقين الحنبلي هو أحب أن يتشيع بهذا الاسم الذي دخل به غرفة الغدير، وكانت منشأ لبحثه. تفضل حبيبنا، وسماحة الشيخ موجود ويسمعكم إن شاء الله. تفضل حبيبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
الحمد لله الذي أرانا الحق حقا ورزقنا اتباعه، وأرانا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. يعني يا أخي الكريم، أنا والله ما أتيق هذا النك ولا أرغب فيه، لكن على حسب رغباتكم. أنا الآن عملت في نك آخر، وهو اليقين الجعفري، وهذا هو اليقين الحقيقي، وليس يقين ابن حنبل، إنه يقين ابن محمد، إنه يقين ابن الرسالة، يقين جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام، يقين ابن محمد وليس يقين ابن حنبل. فكيف أترك ابن محمد وأترك ابن العترة الذي نص عليه رسول الله لكي أتبعه؟ من هو أقل منه شيئا، من اشتق مذهبه منه ثم نكث عهده معه وانفصل عنه. كيف أتبع التلميذ الذي استقى من ذلك الجهد العملاق، من ذلك الإمام العظيم، لكي أتركه وأتبع تلميذه؟ أي منطق وأي عقل؟ فغيرت نفسي من اليقين الحنبلي إلى اليقين الجعفري. لكن مع إصرار الإخوان. لحظة يا إخوان، هل أنتم شعرتم بشيء؟ طبعا الأهل السنة والجماعة دخل في قلبهم الريبة، لكن هل يا أخوان الشيعة الإمامية انطلت عليهم هذه القصة؟ هل تنطلي عليهم مثل هذه القصص؟ نعم، انطلت عليهم وصدقوها وهللوا لها وفرحوا وطاروا فرحين باستبصار اليقين الحنبلي. قبل كل شيء اسمحوا لي يا أخواني بارك الله فيكم بعد إذنكم ثواني، هل في أحد من الشيعة يكتب رقم 9 قبل أن أعطي الحق؟ اليقين الجعفري ثواني. أي شيعي موجود يكتب لي رقم 9؟ أي شيعي إمامي 12 يكتب لي رقم 9. الكل يستطيع كتابه. أي شيعي إمامي 12 يعني لا مكان للحمقى في هذه الغرفة. نحن الآن يا أخواني نحاكي العقول الصحيحة، العقول الواعية. هؤلاء الذين صدقوا مثل هذه القصص ومثل هذه الخدع التي لا تنطلي إلا على الحمقى والمغفلين. راح نسمع إن شاء الله الآن من اليقين الحنبلي أو اليقين الشافعي ما هي القصة بالضبط، وتداعيات هذه القصة، وكيف استبصر، وما الداعي الذي أو السبب الذي جعله يذهب إلى غرف الشيعة ويعلن عن استبصاره. نسمع منك، أعطيك المجال أخانا الفاضل، وعندي تعليق وعندي يعني أيضا تعقيب على هذا التسجيل الذي وضعته أنا الآن، ونسمع منك إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخي الكريم، أو إخواني كلكم جميعا الآن في هذه الروم، اجتمعتم الآن أو جمعكم الآدمن ومنهم قائمين على هذه الغرفة اليوم لمعرفة الحقيقة وكشف الأسرار، ومعرفة الخائن من الصادق والحق من الباطل، ومعرفة الخونة الذين يتمثلون بأسماء رمزية ويكونوا أدمنية في غرف، ويدعون نشر الدعوة ونشر الإسلام، ويدعون هداية الناس، وبينما هم يخادعونهم بتمثيل. رجاء بدون تكرار بارك الله فيكم. طيب، رجاء إخواني بارك الله فيكم بدون تكرار. تفضل اليقين الجعفري بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نعم إخواني، هناك من يخادع الجميع ويخادع أبناء مذهبه وأبناء المذهب الآخر، وأنا ما أتيت اليوم إلا لأفضحهم بأسمائهم، أنهم يتخفون خلف الكل لكي يأخذوا أموال الجميع، وهم أبو حمد، هذا عمر أبو حمد انشب لك